الو، يعطيك العافيه ألفين. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. أول شغلة لو سمحت صوت التلفزيون يا ريت لو يكون ضعيف مشان نقدر نتواصل عبر الهاتف. انت اليوم الجو كثير كان هادي بحماه وكذب كل هالمظاهرات هي اللي طلعت. نعم. وانا بقول انه الله ياخذ لنا بشار الاسد ويريحنا منه. على أي حال طبعا المتصل هو من محافظة حماة، انقطع الاتصال. على أي حال بس بدي أقول شغلة هون. شاعر داغستان العظيم يقول، وهو اسمه رسول حمزة توف، يقول: من يطلق الرصاص على حاضره وماضيه سيطلق المستقبل عليه نيران مدافعه. لذلك احذروا أيها السوريين من كل من يحاول أن يغرر بكم، ومن كل من يحاول أن ينقلكم إلى ضفة ليست الضفة الحقيقية لوطنكم الأم الذي عليكم أن تبنوه بسواعدكم، ولا بد من ذلك. يعني ليس لديكم خيارات أخرى. على الجميع وعليك أنت أيها المتصل أن تعي جيدا بأن سوريا وقائد سوريا اليوم أكثر من أي يوم مضى، سوريا بحاجة لهذا الرئيس الذي وقف بوجه كل دول العالم هذه ليقول: لا، لن نعطي سوريا لكم، لن تكون سوريا ممرا لكل مخططاتكم، وهذا فخر لكل السوريين بكل تأكيد. أيضا في معي اتصال.